أكدت صحيفة نيو تايمز الرواندية أن أسود الأطلس مرشحون بقوة للظفر بكأس إفريقيا 2023 المقررة بكوت ديفوار من 13 من يناير إلى 11 من فبراير المقبل. وذكرت الصحيفة في مقال تحت عنوان المنتخبات الأوفر حظًا للتتويج بكأس إفريقيا للأمم 2023 أن المنتخب الوطني المغربي مرشح قوي للفوز باللقب الإفريقي بالإضافة إلى منتخبات كوت ديفوار والسنغال ومصر والكاميرون. وأوضح كاتب المقال أن الأداء الرائع لأسود الأطلس في نهائيات كأس العالم 2022 في قطر يمنح المغاربة آمالاً كبيرة في تحقيق اللقب القاري بكوت ديفوار. وأشار إلى أن الجيل الذهبي الحالي بقيادة الناخب الوطني وليد الركراكي عازم على الظفر كان 2023 وإنهاء جفاف دام 48 عاماً. وأضاف أن المنتخب المغربي المصنف الأول إفريقيا وال13 عالميا يمتلك كوكبة من النجوم وحافظ على معظم اللاعبين الذين خاضوا مونديال قطر، مشيرا على وجه الخصوص إلى القائد رومان سيس والظهير الأيمن لباريس سان جيرمان أشرف حكيمي وحكيم زياش نجم غلاطة سراي ويوسف النصيري مهاجم نادي إشبيلية الإسباني وياسين بونو حارس مرمى الهلال السعودي القادرين على تحقيق الفارق والتتويج باللقب. وتنطلق منافسات النسخة 34 من كأس إفريقيا للأمم في 13 من يناير الجاري بمشاركة 24 منتخبا. وأوقعت القرعة المنتخب المغربي في المجموعة السادسة إلى جانب منتخبات تنزانيا والكونغو الديمقراطية وزامبيا.